بص كده يا معلم، انا مبدئيا انا مش مصدق وانا قاعد بتفرج على التلفزيون ان انا رجعت تاني اسمع هتافات جمهور النادي الاهلي الحقيقي. انا ما بقتش مصدق وانا قاعد للمباراه التانيه على التوالي سامع صوت الترومبيطه. انا مش مصدق وانا بسمع اغاني الالتراس تاني بترجع من اول وجديد في مدرجات النادي الاهلي، على الرغم من كل تضييقات المنظومه الرياضيه في مصر على النادي الاهلي في اخر سنتين ثلاثه. ولكن انا قاعد متفاجئ، وبالتالي او يعني نتيجه طبيعيه لهتافات اعظم جمهور في الكون لاعظم نادي في الكون، انا قاعد وحضرتك قاعد وكل الناس قاعده متسلطنه قدام شاشه التلفزيون، لانها سامعه على مدار ال 90 دقيقه رجاله في الملعب، رجاله في الاستاد. وتطبيقا وبرضه نتيجه طبيعيه والتطور الطبيعي للحاجه الساقعه بتاع رجاله الاستاد اللي بداوا يرجعوا تباعا في مدرجات النادي الاهلي، شفنا مين؟ شفنا محمد مجدي بيه قفشه، اللي فاكر النهارده لقطته مع الجمهور هترجع تنسينا اللي فات. شفنا محمد مجدي قفشه اللي كان من حوالي اسبوعين بس او اقل من اسبوعين طالع بيتحدى الجمهور رسميا في ستوري على الحساب الشخصي بتاع البيه على الانستجرام، طالع بيتحدى جمهور النادي الاهلي لان ما كانش فيه جمهور. اللعيبه دي ما كانتش بتشوف جمهور. اول ما بداوا يشوفوا شبه جمهور تاني بدا يرجع الاستاد، ولو حتى 2500 3000 بني ادم واقفين في المدرج، جمهور بجد، ها، مش مرشدين ولا نضرجيه، جمهور بجد بدا يرجع. بدانا نشوف محمد مجدي قفشه اتربى وقلع التيشيرت وحطه فوق دماغه وجري من اول الملعب لاخره عشان يعمل كده. ليه؟ عشان يتمحلس للجمهور. ليه؟ عشان خايف من غضب جمهور المدرج. هو ده يا جماعه منظومه النادي الاهلي اللي بدا الترس فيها يتنفض من عليه التراب وهيبدا يشتغل من اول وجديد. ولكن النهارده النادي الاهلي بيفوز، ولحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي الداخليه كسبان الزمالك، والفرق بينك وبين المركز الثاني ايا كان مين هو، زمالك ولا انبي ولا ايا كان مين المركز اللي وراك، مش احنا الجمهور اللي بيفرق معاه اسم الفريق اللي ورانا. احنا دايما بنبص لقدام مش لورانا. دلوقتي ان فرق بينك وبين المركز الثاني 6 نقاط، وانا في اللحظه اللي بكلمك فيها دي في اسوأ الظروف وفي اسوأ السيناريوهات لو الزمالك رجع عمل كومباك على الداخليه وفاز، هتبقى انت برضو متصدر الدوري بفرق 3 نقط. ليه؟ لان جمهور الاهلي بدأ يرجع. السر في جمهور الاهلي، الحكايه وبطل الحكايه هو جمهور الاهلي. اول ترس في منظومه النادي الاهلي اللي بجد بدأت ترجع هي الجمهور. وبص راجع باعداد محدوده، 3000 مشجع فقط. بص ال 3000 مشجع وتاثيرهم لتاني ماتش بس، تاني ماتش بس على التوالي بيحضروا جمهور النادي الاهلي بمجرد طبلة وترومبيطة وحاجات بسيطة جدا جدا. بص لعيبة الأهلي اتغيرت ازاي في الملعب. بص محمد هاني، بص السولية، بص كل لعيبة الأهلي، بص الشناوي اللي كان بيطلع يمسك الهوا في الماتشات اللي فاتت اللي ما كانش فيها جمهور. بص دلوقتي بعد ما بدأ الجمهور النادي الأهلي يرجع، بص مستوى اللعيبة عمل ازاي النهاردة. إشادة بكل لعيبة النادي الأهلي إلا 3. إشادة بكل لعيبة النادي الأهلي إلا 3. أول واحد ياسر بيه إبراهيم، ياسر بيه ابراهيم اللي في الدقيقه 8 عشان احقاقا للحق ضربه جزاء صحيحه من وجهه نظري، ضربه جزاء صحيحه الانبي ما اتحسبتش، كانت كفيله بتغيير سير اللقاء. النادي الاهلي باذن الرحمن كان هيرجع في النتيجه بعزيمه جمهوره ثم رجالته اللي في الملعب، كانوا هيرجعوا في النتيجه لو حتى مثلا لبسنا جول في اول 10 دقائق بسبب مدافع اسمه ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم اللي من حوالي 3 اسابيع بس او اقل من 3 اسابيع 3 فيديوهات ليا بس من في القناه قلت ان ياسر ابراهيم منذ قدومه للنادي الاهلي من حوالي 6 سنين لحد اللحظه دي ما اتطورش، مستواه لم يتطور ابدا ابدا. رحنا هناك جينا هنا عملنا اي حاجه، صفقات جت صفقات مشيت، لعيبه اتصابت، لعيبه جالها رباط صليبي واتعالجت وجالها رباط صليبي تاني واتعالجت، صالح جمعه جه واتصاب ورجع وراح كل حاجات كتير حصلت في تاريخ ال6 سنين اللي فاتوا في النادي الاهلي، الا ياسر ابراهيم لم يتطور ولن يتطور. ليه بقول لك لن يتطور؟ لانه يا جماعه منطقيا من الغباء ان انت تنتظر التفاح من ثمرة الصبار. اللي ما اتطورش في اخر 6 سنين وهو في منظومه ناجحه وسيستم زي النادي الاهلي عمره ما هيجي منه. خلاص ياسر ابراهيم هو ده اخره، بيلبسك ضربه جزاء في الدقيقه 8 كانت كفيله تقلب اللقاء، وبغض النظر عن كان ايه السيناريو اللي هيكمل بعدها. محمد شريف تاني اللاعبين، محمد شريف قالوا عليه سكارفيس وقالوا عليه المخيف وقالوا ولكن طلعت بالونه وانفوخه فست بابره.
بالونه كانت منفوخه فست بابره اسمها محمد شريف. الولد مش عارف يرجع نفسه، خلاص ركب المرسيدس وركب الاكس 6 وبقى خلاص خد العيشه الكواليتي اللي هو كان نفسه فيه. طموحه وقف وقال له خلاص، هو بقى بيتصور على الانستجرام، ينزل مع محمد مجدي قفشه على الانستجرام، ينزل مع ايمن اشرف، ينزل مع الشله الكريمه بتاعه الانستجرام بتاعه النادي الاهلي. والنهارده بيجي له هدفين مؤكدين في اول 4 دقائق من اللقاء. مهاجم النادي الاهلي مش عارف يخلصهم. كرة جات له على اليمين ما عرفش يخلصها، كرة جات له على الشمال ما عرفش يخلصها. مهاجم النادي الاهلي يا جماعه مش عارف يخلص في فرصتين مؤكدتين جوله في اول 4 دقائق. اصلا النادي الاهلي كلنا عارفين ان كل الفرق بتنزل قدام النادي الاهلي مكتله دفاعيا وراكنه الاتوبيس ورا وبتدافع بخطه 5-5-0 زي اللي كان بيلعب بيها كيروش في كاس الامم الافريقيه. بيلعب ب5-5-0، هو دي خطه الفرق اللي قدامك، ده معروف. اذا المتطلبات اللي المفروض تكون عندك انت كمهاجم نادي اهلي ان انت تخلص من نص فرصه. محمد شريف لا. وبالمناسبه محمد شريف شبه حسام حسن، شبه شادي حسين، شبه مروان محسن، شبه بواليا. الليله كلها شبه بعض. انا مش بنتقد واحد على حساب واحد، كلكم شبه بعض، كلكم لا تصلحوا للعب في النادي الاهلي. واحد بيبقى قاعد كده قدام الشاشات بيتحسر على نفسه وحاله. في يوم من الايام مشينا وليد ازارو من النادي الاهلي على الرغم من الارقام الجباره اللي كان عاملها، ولكن لمجرد انه بيضيع فرص كتير كان بيخلقها لنفسه، لنفسه بتحركاته وبكتر فرقه على مش فاركو اللي هو الفرقه فاركو، هو بيفرق يعني في الملعب، فبكتر فاركو مع مدافعين الفرق المنافسه كان بيهلكهم وكان بيخلق لنفسه فرص، بيضرب المساحات ولا اجدع مهاجم، ولكن كان بيضيع كتير. فمشينا من النادي الاهلي. هل محمد شريف ادى ما يؤهله ان هو يقعد في النادي الاهلي؟ الاجابه طبعا لا. ثالث واحد بعد ياسر ابراهيم وبعد محمد شريف احمد بيه عبد القادر. احمد بيه عبد القادر ماذا يقدم في النادي الاهلي؟ لا احد يعلم سوى الله. احمد عبد القادر مستواه في النازل، كل مباراه بينزل مستواه اكتر من اللي قبلها. مفيش كلام يتقال على احمد عبد القادر، انتوا شايفين والصوره ب1000 كلمه. وده يا سيدي باختصار اللي حصل في مدار 90 دقيقه. ولكن احنا طبعا كجمهور نادي اهلي على مدار تاريخنا مالناش دعوه بال90 دقيقه واللي بيحصل فيها طالما انتهت، ودايما عينينا ونظرنا بيرمي لقدام وللمستقبل. وبمناسبه قدام والمستقبل فعايز اقول لك ان ما تخليش الفوز لتاني مباراه على التوالي والاداء في تحسن نسبي ان الفوز ده ينسيك احتياجات الفريق. ما تخليناش نلبس نفس الغطس ونفس المقلب ونفس الخازوق اللي بنلبسه بعد او في كل فتره انتقالات، ان احنا نلعب ماتشين 3 كده حلو اوبا 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 ونبدا نسقف وندعم وننسى سوق الانتقالات. هيقول لك عوده عمار حمدي ولا احسن صفقه، هيقول لك مش عارف عوده مين ولا احسن ايه ولا عوده ايه ولا ايه، ونبدا نفكر ان احنا عايزين نرجع كريم ندفد ونبدا مش عارف ايه. خلاص يا جماعه الزمن ده ولا زمن اللعيبه اللي في الاهلي واللي خدت فرص بعدد شعر راسها في الاهلي، ولا غرب للفريق. ما تخليش الفوز ينسيك وما تخليش الفوز يخليك تنام في سوق الانتقالات وانت في فتره ذهبيه. ليه بقول لك فتره ذهبيه؟ لانك معاك فلوس مستقر، اول دوري، لعيبتك اللي متغربل واللي عايز يمشي فيها واضح للاعمى. السوليه عندك، السوليه مثلا بيشطب كوره وواضح للجميع. ما يغركش يا معلم لحظات التجلي اللي بتيجي لعمرو السوليه في كل موسم كده 3-4 ماتشات، ما يغركش. مش ده مستوى رقم 8 الاساسي في النادي الاهلي. عمرو السوليه ده لما بيقعد دكه ولا لما قدر الله بيتصاب بيتكشف نص ملعب النادي الاهلي. ده ان دل بيدل على ان عمرو السوليه ملوش بديل. طيب في حاله انه بيلعب بيتهلك يا جماعه. للسن احكام، للسن احكام. مش هنفضل طول الوقت معولين املنا على الحرس القديم ومستنين منهم لحظات تجلي. الكلام يسري عليه ويسري على محمد هاني. محمد هاني اللي عمل ماتشين كويسين لحد دلوقتي، عمل ماتش بيراميدز كويس وعمل النهارده ماتش الى حد ما كويس، ولكن انت عارف وانا عارف وكل الناس عارفه ان مش ده مستوى محمد هاني. ومستوى محمد هاني هيشلنا. لعب ماتشين حلوين، حلني بقى 10 ماتشات بيعك و10 ماتشات بيرفع على المغمض و10 ماتشات ما بيرفعش خالص، وبعد كده يرجع يلعب ماتشين 3 حلوين وبعد كده 10 ماتشات زفت. ما احنا عارفين اللي فيها. محمد هاني عشره يعني 9 سنين في النادي الاهلي، من ساعه ما تصعد لحد النهارده هو المستوى، هي الجلابيه. قفشه مش عشان جاب جون حلو النهارده وتعاطفنا مع اللقطه اللي عملها مع الجمهور والكلام ده ان احنا هننسى. لا يا حبيبي، احنا مش بناكلها، مش بناكل الكلام ده. الكلام ده يتعمل مع جمهور تاني يديهم بالجزمه وتاني ماتش يروح يرفع لهم التيشيرت فيسقفوا له ويتعاملوا. لا يا باشا،
مش احنا يا حبيبي الكلام ده مش عندنا، وانت عارف وانا عارف. خلاص كده انت بخط احمر وانت في اقرب انتقالات باذن الرحمن ماشي. بس اهم حاجه يمشي واحنا عندنا البديل، يمشي واحنا عندنا واحد زي محمد علي بن رمضان، يمشي واحنا عندنا واحد زي القندوسي، يمشي واحنا عندنا واحد زي سفيان رحيمي، واحنا عندنا واحد ايا كان رقم 10 ايه. اصرف يا اداره النادي الاهلي، يا اداره النادي الاهلي، يا جماعه الخير، يا مؤمنين بالله عليكم اصرفوا. احنا مستقرين، احنا اغنياء، احنا نادي عنده كل الامكانيات، احنا نادي اسمه يغري اي لاعب، احنا نادي غني، معانا فلوس كتير. بكلامكم مش بكلامنا احنا، بكلام الاداره مش بكلام الجمهور. عمالين نعمل في جراشات وفي حاجات جديده، وفي حمامات سباحه وفي مباني، لدرجه ان النادي الاهلي خلاص الجزيره وقف العضويات، مش محتاج ناس تاني. بدانا نفتح في مدينه نصر، وبدانا نفتح في التجمع، وبدانا نفتح في الشيخ زايد، وبدانا بنفكر نعمل اكاديميه في افريقيا، وبنفكر نعمل اكاديميه في اوروبا. اصرفوا بقى على فرقه الكوره اللي هي المصدر الوحيد لسعاده الشعب الغلبان ده. الشعب خلاص مفروم يا جماعه، فرحوه يا جماعه. النادي الاهلي فرحه الشعب ده وفرحه الاغلبيه من الشعب ده. اصرف يا اداره الاهلي. عايز اقول لك ايه يا عم، ده ممكن الصرف ده يكون في ميزان حسناتك اصلا، ان انت بتدخل السعاده على قلوب المسلمين. يا راجل اصرف يا راجل، جبتها لك من كل النواحي يا راجل، دنيويا ودينيا، وجبتها لك من كل النواحي. اصرف يا كابتن، يا كابتن محمود، اصرف يا كابتن محمود. خايف من ايه يا كابتن؟ اللي هتصرفه هيجي لك قصاده قده 100 مره، من عائدات بس، ومن عائدات اعلانات، ومن عائدات رعايه، ومن عائدات حجز تذاكر الجمهور، ومن عائدات بيع التيشيرتات وبيع منتجات الفريق. اصرف يا ابو الكباتن، ضيع يا ابو الكباتن، ودلعنا كده، دلعنا. المهم يا جماعه الخير، في اخر الحلقه مش عايز الفوز ينسينا احتياجاتنا في يناير، مش عايز الفوز ينسينا شويه اللعيبه العاهات اللي في الفرقه، مش عايز الفوز ينسينا النهارده ان محمد بيه شريف وشادي بيه حسين، شادي حسين ما خدش فرصته كامله يعني في الدقايق النهارده، ولكن برضه يشيل الشيله. ما انت مهاجم في النادي الاهلي وارقامك يعني بلاط سيراميك ممسوح. مش عايزين ننسى ان مهاجمين النادي الاهلي ابيض يا ورد في الكنافه. مهاجمين النادي الاهلي مش مهاجمين، والنهارده اللي جاب الجون واحد نص ملعب والتاني ديفندر، والماتش اللي فات اللي جاب الاجوان نص الملعب. طب وبعدين اصرف يا كابتن. الحل في الصرف، والله ما ليها حل تاني الا الصرف. ما تنتظرش من اللعيبه دي انها تعمل لك تاني مفاجآت، ما تنتظرش من اللعيبه دي بدون تدعيم، وما تنتظرش من الجهاز الفني بدون تدعيم وتدي له سلاح بايظ وتقول له اشتغل وانزل حارب لوحدك. ما تنتظرش من ثمره الصبار ان تطرح تفاح، واذا انتظرت فالمشكله مشكلتك والغلط عندك. لحد هنا بتكون الحلقه انتهت. اتمنى اني كنت ضيف خفيف على حضرتك، بقدر وقت حضرتك جدا، بحترم شخصك جدا. دمتم جميعا بألف خير. صلي على سيدنا محمد، ما تنساش دي اهم حاجه في يومك. وفي الختام خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.